السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي واجابه سؤال جديد من سلسله سؤال في التصوير. بس قبل ما نقول السؤال نصلي على النبي كلنا، ناخد الثواب ونروح للسؤال. السؤال جاي لنا من اكونت اسمه مي مود، ما اعرفش اسمه ايه. بيقول معايا 800 دي كانون وهجيب فول فريم محتوى من 6 دي مارك 2 والار بي، شغال ويدنج وبحتاج بطاريه تصور عدد صور كتير وبقابل ليزر كتير في القاعات، يا ريت تجاوبني في فيديو عشان محتار. جه في وقته والسؤال ده بيجي لي شخصيا اصلا او على الصفحه كتير، فانا هجاوب بقى في فيديو كده، وكل اللي عايز يحدث الار بي او 6 مارك 2 يشوف الفيديو ده. بص، مبدئيا الابجريد حلو، الاختيارين اللي حطيتهم اختيارين ممتازين واختيارين كويسين، بس نيجي بقى نتكلم او نشوف الفرق بين دي وبين دي او ايه اللي ينفع لك. نفس السنسور اللي في 6 دي مارك 2 هو سنسور الار بي، لا جدال ولا نقاش في دي. نفس السنسور، نفس جوده الصوره، يعني الصوره لو صورتها هنا بنفس العدسه بنفس الاعدادات نفس الظروف وصورتها بالكاميرا الثانيه تديك نفس الصوره، لان نفس السنسور نفس الميجا بكسلز نفس كل حاجه. نيجي بقى للفرق بين دي وبين دي. بالنسبه انت قلت انا مصور ويدنج وقاعات وليزر وعايز بطاريه، فانت حسمت الجدل بينك وبين نفسك. بس برضه انا هوضح لك نقط تانية وانت اختار. بطاريه، طبعا بطاريه ال 6 دي مارك 2 هتبقى افضل بثلاث اربع اضعاف من بطاريه الار بي، بس دي محلوله، ممكن تجيب الار بي بطاريتين او ثلاثه. نيجي للنقطه بقى الرخمه شويه، نقطه الليزر بتاعت القاعات. لو انت واحد بتصور القاع من الشاشه او اللايف فيو، واللي الناس كلها ما تعرفش الغلطه دي، انك لما بتشيل او بتفتح الشاشه وبتصور بكاميرا دي اس ار عاديه في قاعه، اصبحت كانها ميرورلس، لان انت بقى من السنسور للطل على طول كده، من السنسور للليزر. في كذا كاميرا دي اس ار في الفترات الاخيره الناس بتشتكي انها جابت سنسور. ليه؟ بيصور في قاعه من اللايف فيو، رفع الشطر رفع المرايه، السنسور منه للليزر على طول، فخلاص انت بقيت زيك زي الميرورلس. ففي القاعه لو بتصور بدي اس ار انصحك انك ما تصورش من الشاشه غير لقطات معدوده، ما تصورش كتير في وش الليزر بالشاشه. الار بي ميرورلس، فانت اوريدي منك للسنسور، السنسور منه للليزر، فنسبه لا قدر الله بوظانها اكتر من 6 مارك 2. فعندك حل من اتنين، يا تجازف وتجيب الار بي تجيب معاها 3 4 بطاريات وتصور بيها في القاعه، والار بي افضل من 6 مارك 2 في نظام الفوكس مليون مره، من مليون مره فعلا حرفيا يعني، وافضل في تصوير الفيديو والكلام ده كله، وتجازف. بس انا ضد المجازفه دي طبعا. يا اما تجيب 6 دي مارك 2 وكده كده نقطه الفوكس اللي فيها ونظام الفوكس اللي فيها مش هقول لك زي الار بي، بس هم كويسين، انا شخصيا جربتها قبل كده كويسين. بطاريه اقوى، دي اس ال ار هتستحمل الهلك معاك شويه في القاعه. لو ما فتحتش الشاشه فانت ما عندكش خطوره من الليزر خالص، انت بتصور في مرايه ومواضيع جوه الكاميرا دي اس ال ار، مش في الار بي او مش في الميرورلس بوجه عام. لو انت ما بتصورش قاعات انا كنت ارشح لك باول ترشيح الار بي بدون منازع وبدون منافسه. هقول لك اشتري معاها بطاريتين كمان، بقى معاك كاميرا ببطاريه 3 بطاريات افضل من 6 دي مارك 2. انما بما انك قلت ليزر وقاعه فلا، هات 6 دي المارك 2 عشان تريح نفسك من وجع دماغ بتاع السنسور والليزر، وان الكاميرا تجيب سنسور لا قدر الله. يا اما تسيب تصوير الافراح خالص، وهنا انا مش بهزر انا بتكلم بجد، ممكن تسيبه توجه لاي تصوير تاني ما يكونش فيه اي ليزر والكلام ده كله. يا رب اكون فدتك ووجهت لك الإجابة اللي انت عايز تسمعها. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو وهحاول ارد عليكم على طول. ما تنسانيش من دعائك، وسلام.